ناس كتير بتسألني سؤال مهم، احنا عملنا فيديو وجاب 200,000 مشاهدة. طب السؤال الحقيقي هنا، هل الحملة نجحت؟ الإجابة غالبا مش بالضرورة. أنا وليد عبد العزيز قضيت حوالي 18 سنة من حياتي شغال في مجال الادفرتايزنج، درست ماركتنج وكملت MBA في مجال الإدارة والتسويق. يعني اشتغلت مع الناس بتوع الادفرتايزنج واشتغلت كمان مع الناس بتوع الماركتنج. ففي النهاية تقدر تقول ان انا عميل مزدوج بين العالمين، فقررت ان انا اشارك خبرتي على قد ما اقدر ما بين الناحيتين، لاني عارف كويس قوي ان في فجوة كبيرة جدا ما بين الايجنسي وبين الماركتنج تيم. خلينا نتفق على حاجة مهمة، الفيوز لوحدها مش مقياس نجاح. علشان نقيم اي ماركتنج فيديو صح لازم نربطه بالهدف التسويقي. في الماركتنج طبعا عندنا حاجة اسمها ماركتنج فانل، اللي هي مراحل العميل: awareness, interest, consideration, purchase. وكل مرحلة من دول ليها KPIs مختلف. لو كان الهدف براند اويرنس، هنا بنبص على حاجات زي الريتش، فيديو فيوز، الفيو ثرو ريت، يعني كام شخص عندنا شاف الفيديو في النهايه. لكن لو كان الهدف انجيجمنت بنبص على الكومنتس والشير والواتش تايم، لان في الحاله دي التفاعل على الديجيتال بلاتفورم بيقول ان الرساله وصلت. لو كان الهدف كونفرجن، هنا بقى الارقام والحسابات بتتغير. بنبدا نبص على الكليك ثرو ريت والكونفرجن ريت، كوست بير اكوزيشن، ودي الارقام اللي بتقول هل الفيديو بيبيع فعلا ولا لا. وطبعا اهم حاجه تربط الارقام دي بالار او اي، الريتيرن اون انفستمنت، يعني الفلوس اللي اتصرفت في الحمله رجع قدامها للشركه فلوس قيمتها قد ايه. الخلاصه، الفيديو ممكن يكون شكله حلو جدا زي ما بنشوف وشوفنا كتير اعلانات شكلها كان جميل جدا واغانيها علمت معانا، لكن لو مش بيحقق الKPIs بتاعه يبقى هو مجرد فيديو دمه خفيف، مش حملة تسويق.